السلام عليكم. طبعا الساعة 6 الصبح، فقلت أعمل فيديو سريع قبل ما الكلاينتس يصحوا ويبدأوا يبعتوا واتسابات. طيب حلقة النهاردة عن العضلات الضعيفة، ازاي أكبر العضلة الضعيفة عندي. حلو. تعالوا ناخد مثال. الدراع باي وتراي، دول العضلات الضعيفة اللي عندي. حلو. مثلا هاخد تشست، النهاردة عندي تشست، لعبت التشست، هقوم واخد تمرينين بس تراي. هو التشست طبعا شغل الترايسبس قوي، ففيها ضخ دم عالي، فهديها تمرينين بس ايسوليشن، اركز عليها جدا في التمرينين دول، واركز في الموشن، اركز في التمرين، ويبقى وزن تقيل الى حد ما، وما اتعداش 10 عدات الريبس، ماكسيمم 10، 8 ماشي، 6 كمان عادي. او مثلا يوم الكتف بيشغل ترايسبس برضو، ممكن بعد الكتف اخد برضو تمرينين ترايسبس، ماشي. عضلة ضعيفة اللي عندي بايسبس، حلو، بعد يوم الظهر او ملاعب تمرينين بايسبس، تمرينين فقط، ركزوا ها. يعني العضلة الضعيفة لعبت لها تمرينين بس بعد ما كانت سخنت واوريدي سخنة واوريدي معمول لها وورم اب اللي هو التمرين اللي قبليه. طيب يوم الدراع بقى، يوم الدراع البايسبس هاخد من 3 ل4 تمارين، والترايسبس 4 تمارين بس. بس. طب وكم مجموعة أربعات؟ لا، 3. طب ازاي دي عضلة ضعيفة؟ صحيح، هي عضلة ضعيفة أصلا، فأنا عايز أديها تك تك واسيبها تكبر. حلو. ليه ما اديهاش 4 مجاميع وتكرار وي وي وي؟ عشان هي اصلا ضعيفة، فانت اوفر تريننج بتحرق فيها. امتى هتعمل ريكفري العضلة؟ امتى؟ طيب العبها 3 مرات في الاسبوع؟ لا، مستحيل تكبر لو هتلعبها 3 مرات في الاسبوع، مستحيل مهما كنت بتاخد اي حاجة. ليه؟ لانه عشان عضلة تعمل ريكفري مينيمم 48 hours. تعالوا نحسبها. خدنا الرجلين عندي ضعيفة، خدناها السبت، حلو، حد 2، دول يا دوب بتعمل ريكفري. اديها على طول 3، ريحها يوم، يبقى هاخدها ال4، بعدين اديها يومين، خميس جمعة، اديها السبت، يبقى هو ماكسيمم يومين، ما ينفعش تلعب اكتر من يومين، مش هتكبر، هتصغر. انا بقول حلو. اديها تمارين كتير وتكرار؟ لا، تمارين اقل. هي عضلة ضعيفة بس اديها تمارين اقل. يفضل تكون فري ويت، دمبل، بار، ماشين، بس اللي بتحط فيها طارات، بتحط فيها بليتس 10 20، مش كيبلز. طبعا مثلا حاجات زي التراي هتضطر تاخد كيبلز، بس مش مشكلة. يفضل فري ويت في العضلات الضعيفة. طيب بالنسبة للنيوتريشن، يوم العضلة الضعيفة هزود الكالوري انتيك بتاعي من كارب ومن بروتين. ليه؟ عشان اديها غذاء كفاية، عشان انا عايز اتوصى بيها وصاية، دي عضلة وصاية، ماشي. العضلة عشان تكبر عايزة عايزة تمرين، يبقى حصل هدم في العضلة، تمام، عملت كده مرتين، والكوتش قال ما عملش كده 3 مرات عشان هيبقى هدم زيادة عن اللزوم، مش هعمل ريكفري، فالعضلة هتصغر مش تكبر، يبقى خلصنا من دي. العضلة الضعيفة يا جماعة مرتين، ومرة منهم يعني اعتبرها نص مرة كمان مش مرة. ليه؟ لأن هاخدها مع عضلة تانية أساسية هي مش أساسية، بس مش هسخنها. يعني في ناس تقول لك طب أنا هخلص تمرينة البنش كده وأسخن تراي، خد تمرينين كده تسخين تراي أضخ فيها الدم. لا، خلاص هي اوريدي سخنة ومضخوخ فيها الدم، خش موتها تمرينين، توتال لوس، فيلير، بوم 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 بوم، ببطء وبتركيز، 6 8 10 عدات ماكسيمم، انهيها. حلو. الرجلين سوري. هاخد يوم رجلين كاملة، بس رجلي مثلا 7 كلها، عشان اجيب مثلا داخليات اكتر والهامسترينجز اكتر وجلوتس اكتر. حلو. المرة اللي بعديها هلعب 11 عشان اجيب من قدام اكتر. فحتى العضلة لما نلعبها مرتين نحاول نغير الأشكال وما نكترش الأشكال في العضلة الضعيفة، هتفضل في مكانك، وافتكروا كلامي. حلو. خلصنا من موضوع التمرين. تغذية قلنا هيبقى يومين وصاية، اليومين اللي
فيهم العضلة الضعيفة هنتوصى بالنيوتريشن. عايز تاكل لك مافيناية قبل التمرين، مافين بامب، ماشي عادي. عايز تفتح وجبة قبل التمرين تديك باور، تمام، جو اهيد. بعد التمرين بديها بروتين كافي، BCA بروتين، اكل نظيف، حلو. فاضل ايه؟ ريكفري. يبقى اديناها التمرين واديناها النيوتريشن اللي يعمل لها ريكفري. فاضل ايه؟ سليب. حاول تنام بدري يومها بحيث تاخد كفاية من الراحة فتعمل ريكفري وانت نايم، فيحصل فيه فعلا تطور. امشي على النظام ده قد ايه؟ امشي شوية حلوين. بادي بيلدينج، وانا لما بقول بادي بيلدينج مش قصدي لعيبة كمال اجسام بيطلعوا على المسرح ولابسين كروتات والجو ده. بادي بيلدينج هو بيلدينج ذا بودي. انت ارتست، انت فنان، بترسم جسمك على الطريقة اللي في خيالك. انت بقى بتلعب ايه؟ عايز بيتش بودي، عايز فيزيك بودي، عايز بودي ديناصور، ده انت براحتك، ده رأيك انت، ده جولك انت. بس انت بتبيلد يور بودي، بتبني جسمك بالطريقة اللي انت عايزها. وعلى هذا الأساس أصلا أنت قررت أنه العضلة دي ضعيفة عندي، لأن أنت وقفت وبصيت في المراية، كتفي واقع شوية، يبقى كتفي لو زاد شوية هيبقى السيمتري أحلى. فلما بقول بودي بيلدينج في ناس بتفهمني أنه لعبة بودي بيلدينج فقط، لا. الجيم مكان لكل الرياضات. أنا بدرب ناس بتلعب جيجيتسو، بدرب ناس بتلعب سويمنج. أنا عندي 2 في منتخب بالرننج في الأولمبيات أصلا. ويعني الجيم، اي حد بيجي الجيم يحسن من نفسه لاي رياضة. في ناس كبيرة، انا عندي كلاينتس فوق 50 سنة، عايز يعيش هيلثي بس مش اكتر. فالجيم يا جماعة مش فور بودي بيلدينج، الجيم تو بيتر يور سيلف، تكون احسن. في برضه في الكومنتات شفت كام واحد كاتب والنبي بلاش انجليش الله لا يسيئك. انا مش بصيع والله، بس انا دراستي كلها من اول ما اتولدت لغاية يومك ده انا بدرس بالانجليزي. ليه؟ معرفش، لقيت نفسي في مدرسة انجليزي، ففي مصطلحات علمية شوية انا شوية ضعيف في العربي، ما بعرفش اترجمها عربي، فبحاول على قد ما اقدر اترجمها عربي، بس لازم اقولها بالانجليزي عشان لو ترجمتي بالعربي كانت غلط فابقى ضامن ان انا قلت الكلمة صح بالانجليش. انت ممكن بقى تجوجل ترانزليت او اي حاجة عشان تفهم الموضوع ده. شكرا. الفيديو ده اتمنى يكون فاتكم. يبقى العضله الضعيفه بنعمل لها ايه؟ بنلعبها مرتين مش اكتر. وايه كمان اليومين دول؟ هاي كالوري انتيك، بناكل كلين فود طبعا، يعني يفضل. مجرد بس قبل التمرين لو حابب، انا ما بنصحش بكده، بس ممكن تدخل حاجه سويت تديك انرجي شويه. هاي ان كالوري يعني عشان ما تملاش بطنك، ده بعد وجبتك الاساسيه. ممكن يوم العضله الضعيفه اديها وجبه زياده اصلا. نومي يبقى بدري عشان يحصل ريكفري صحيح. حاجة كمان مساج العضلة الضعيفة بعد التمرين، مساجها كويس جدا. ممكن تروح لمتخصص مساج، يا اما تمسك انت لو العضلة في متناول يديك، اعمل لها انت مساج كويس جدا. ده برضه هيساعد انها تنمو. وشكرا جزيلا ونراكم في حلقة اخرى. سلام.